سلايس اوف لايف رانت 17. الجوب تايتل الكومبو. دلوقتي بقينا بنشوف فيكنسيز كتيره، ودي مبنيه على حاجات يعني واحد اتكلم فيها قبل كده. اتش ار هو شغال مقاول انفار، هو مش فاهم اصلا التايتل ولا فاهم الديسكريبشن. هو في كلاينت طلب منه عدد معين ناس، هو شغال سيلز عايز يجيبها عشان ياخد فلوسه، والناحيه التانيه ما بين شركه مش عايزه تعين ناس كتيره. فيحصل ايه؟ تعالى ناخد مثال على الديجيتال ماركتنج، بما ان ده مجال شغلي. انا بقالي 15 سنه شغال في الماركتنج، وقبلها 4 سنين دراسه ماركتنج، فداخل على 19 سنه. تلاقي يحط لك تايتل كده كومبو، يقول لك ايه؟ سوشيال ميديا مانجر. حلو، طيب السوشيال ميديا مانجر ده هيعمل ايه؟ ده هيكتب كونتنت، وهيعمل الديزاين، وهيعمل سكادجول للبوست، ولما تنزل هيخش يشغل عليها ميديا باين كامبين، ولما يجي لها كومنت ومسجز هيرد عليها، وفي اخر الشهر هيعمل الريبورتس والاناليتكس على البرفورمانس. طيب هي مش بالبساطه اللي انا حكيتها لك، لان انا لما بقول لك كده هتقول لي طيب هي دي كلها هتاخد قد ايه؟ هنا بقى الفكره، مش السؤال هنا مش هتاخد وقت قد ايه، السؤال هنا انت عايز كواليتي عامله ازاي. يعني انت عايز الخطوات دي تبقى ببساطه اللي انا قلتها لك، اللي هي طب البوست نزلت، هدوس على الزرار بتاع بوست، حطيت 100 جنيه يلا شغلت الاعلان، ولا عايز الكامبين بتاعتك لما تشتغل يبقى في ميديا باير بقى قعد هو عمل ماركت ريسيرش، عمل اندستري ريسيرش، عمل كومبيتيشن اناليسيس، شاف التارجت اودينس ده بينتراكت مع حاجه عامله ازاي، التارجت اودينس اللي انت عايزه البيهيفير بتاعه عامل ازاي، عمل الار او اي بتاعه الريتيرن اون انفستمنت، عمل بادجت اوبتمايزيشن، عمل بادجت الوكيشن ثرو اوت البلاتفورمز اللي موجودين. اكيد الكواليتي بتاع ده مش الكواليتي اللي دخل داس على الزرار اللي من بره ده على البوست وحط 200 جنيه وانا شغلت اعلان. اكيد الكواليتي بتاع اللي بيكتب كونتنت، اللي بدأ الموضوع من الاول ان هو يعمل كوميونيكيشن استراتيجي، يبقى فيها ايه الكونتنت اللي هيتكلم فيها، كل بيلر الفورمات اللي هيستخدمها، هيتارجت انهي تارجت اودينس بالطريقه اللي بيتكلم بيها، فبناء عليه هيتكلم ازاي، الكول تو اكشن هيبقى عامل ازاي، الهوك هيبقى عامل ازاي. يبدا يجيب سامبلز للديزاينرز، يجيب لهم ريفرنس الحاجات اللي هيشتغلوا عليها عشان الكامبين دي تنجح. اكيد ده مش زي اللي دخل على تشات جي بي تي قال له اكتب لي كابشن بالانجلش لبطل عامل الخصم 50%. الاكونت مانجر اللي بيقعد يحط استراتيجي، 3 شهور الجايين هنعمل ايه، 6 شهور الجايين هنعمل ايه، العيد هنعمل ايه، رمضان هنعمل ايه، غير اللي متضاف على الجروب بتاع الكلاينت واسمه اكونت مانجر، عشان لو الكلاينت طلب حاجه ياخدها يديها للتيم. لا ده خدمه عملاء مش اكونت مانجر. فبالتالي نقي التايتل والريكويرمنتس الصح عشان يجي لك الناس الصح.